التمويل العقاري مش نوع واحد بس، في كذا شكل وكل واحد ليه استخدامه وميزته. خلينا نقسمه. أول نوع شراء عقار جديد أو نيو بيرتشيز، ده الكلاسيكي. تشتري عقار جاهز، البنك يمول لك لحد 80% من قيمته وانت تدفع 20% مقدم وتقسط لحد 25 سنة. النوع التاني دفعة استلام أو هاند اوفر بيمنت. لو انت شاري عقار تحت الإنشاء ولسه في دفعة أخيرة عند الاستلام، البنك ممكن يدفعها عنك وتدخل معاه تقسيط لحد 25 سنة برضه. تالت نوع نقل المديونية أو الباي اوت، يعني لو واخد قرض من بنك وظهر بنك تاني بفايدة أو أرباح أقل، تقدر تنقل القرض كله عنده وتستفيد إن أقساطك الشهرية تقل والفايدة أو الأرباح للبنك تقل. رابع نوع تسييل أموالك أو equity release أو كاش اوت، وده بقى للناس اللي معاهم عقار مدفوع بالكامل. ممكن تسلمه للبنك وياخدوه كرهن وتاخد قصاده كاش. الفلوس دي شرط إنك تستخدمها في تجديد العقار أو تشتري عقار جديد أو حتى تسدد بيها دفعات عقار تاني. الأجمل إنك تقدر تلعبها بذكاء. لو مثلا البنك دفع لك 50% عند الاستلام والبنك يقدر يمول لك 80%، يبقى تقدر تسترجع الفرق اللي هو 30% وتستثمره في عقار تاني. كمان في حالة نقل المديونية أو الباي اوت، لو السعر عقارك زاد تقدر تاخد الفرق كاش. خلاصة، التمويل العقاري أدوات كتير، المهم تستخدمها بذكاء عشان تلاقي نفسك مش بس ساكن في بيتك، كمان بتكبر استثمارك وتكسب.